السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم ام يحيى في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم معكم سلو بدقيق القمح. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا كيلو ديال الدقيق الكامل، حيت ليه غير النخاله، وعندي هنا كيلو ديال الكاوكاو حيت ليه القشره وقليته، وعندي هنايا كيلو ديال الجنجلان، عندي هنا نص كيلو ديال اللوز، وعندي هنا رابعه ديال زريعه الكتان بطبيعه الحال حمرته هذا طحنته، عندي هنا رابعه ديال السكر، عندي هنا رابعه ديال الصوجه حتى هي حمرتها طحنتها، وعندي هنا الزبده والزيت، هنا عندي 2 معالق ديال زريعه الكتان، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه والنافع، القرفه حتى هي معلقه، عندي هنا شويه الكوزه غنحكها، شويه الملحه والمسكه الحاره طحنتها مع شويه سنيده، وعندي هنا اللوز للتزيين. صافي دابا غندوز باش نحمر الجنجلان واللوز. هنا عندي جنجلان درتو في الطاوه باش ندخلو يتحمر، كذلك اللوز هنايا مسحته مزيان ودهنت ليه شويه الزيت. صافي غندخلو نحمرو حتى هو في الفران. فاش تكونوا تحمروا مره تحركوه، ما تغفلوش عليه حيت دغيا تيتحرق، والعافيه تكون مهيله باش ما يتحرقش اللوز، حيت اللوز راه دغيا كيشد العافيه. صافي هنا بعد ما حمرت الجنجلان واللوز غندوز نطحنهم. صافي هنا غنطحن جنجلان، حيت هذيك الزلافه باش نديرها بحال هكاك. صافي غنطحن الجنجلان، غنزيدو دابا على الدقيق، نطحن كاوكاو حتى هو، كاوكاو حتى هو طحنتو، حتى هو غنزيدو على الدقيق، اللوز حتى هو طحنتو. اللوز خليته شويه مهرمش كما تشوفوا. صافي هنا غنقلبو في البانو باش نخلطو مزيان. صافي هنا كنحركو مزيان. انا هنايا غنقص واحد شويه شويه كنخلطو بالزيت العود والعسل الحر. الدراري ما بغاوش ليا انا الزيت العود والعسل الحر، داكشي علاش غنقص واحد شويه. هانتوما كما كتشوفوا قصت هاد الكميه هادي. صافي دابا غنزيد السكر كلاصي، عندي هنا رابعه ما غنزيدهاش كامله حتى نخلط ونذوق. صافي هنا غنزيد الزبده والزيت، ودابا غنخلط فيه بحال هكا حتى يتجمع ليا السلو. كما كتشوفوا بعد ما دلكتو شويه هانتوما، وهاد السلو هذا راه ما كيتجمعش بحال ديال اللي فيه فورس. كما كتشوفوا هذا حيت فيه غير القمح.
نزيد داك اللوز اللي خليت صايب، زدت غير النص ديالو. وهذا اللي قلت لكم غنخلط بالعسل والزيت. ندير هنايا زيت العود، ندير هنا العسل، الدراري ما تيبغوش الزيت العود والعسل، هو اللي خلطتيه بالزيت العود والعسل راه صحي 100%. بالنسبه للاخر راه زدت فيه السكر كلاصي، كما كتعرفوا السكر كلاصي راه السكر والزبده وداكشي راه ما صحيش. صافي تا هو غنبقى نذبح مزيان وبقاو معايا ندوزو للشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال السلو. زوقته هنا بشويه اللوز، هذا اللي خلطت بالعسل الحر وزيت العود. صراحه هو تيجي المذاق ديالو زوين. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش من لي لايك والبارطاج مع الاهل والاصحاب. وعواش مبروكه، الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه وباش ما تمنيسوا يا رب.